الأهلي يهزم اتحاد جدة بثلاثية تاريخية ويتأهل لنصف النهائي كأس العالم للأندية. فرحة الأهلي بالفوز على اتحاد جدة. فرحة الأهلي بالفوز على اتحاد جدة. كتب فتحي الشافعي، سليمان النقر. الجمعة 15. حقق فريق الأهلي فوزا تاريخيا على اتحاد جدة السعودي ب3 أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. ونجح نسور الأهلي في تقديم عرض رائعا على مدار شوط المباراة إلى أن اصطادوا نمور اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزيلندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة. نسور الأهلي نجحت كذلك في فك عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات. سجل ثلاثية الأهلي علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري. الشوط الأول جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة من جانب الفريقين، ولم يستمر فترة جس النبض طويلا، وسدد الأهلي أول فرصة خطرة في المباراة من جانب حسين الشحات قبل أن يرد الفريق السعودي الملقب بالنمور بهجمة خطرة تصدى لخ الشناوي ببراعة. وأنطلق محمد هاني بهجمة من الناحية اليمنى بعدما تلقى تمريرة جيدة من بيرسي تاو، لكن هاني تباطأ في التمرير ليتدخل دفاع الاتحاد وينقذ الموقف. تواصل أداء الأهلي القوي في المباراة مع هجمات خطرة مع الفريق السعودي، لكن على فترات متباعدة، وأسفرت السيطرة الأهلاوية عن ركلة جزاء حقيقية احتسبها الحكم ضد مدافع الاتحاد حسن كادش بعدما لمست الكرة يده. في الدقيقة 21 سجل منها معلول هدف الأهلي الأول. بعد الهدف نشط أداء اتحاد جدة بحثا عن إدارة التعادل مع استمرار الضغط الأهلاوي، ونال مام عاشور بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 36، وتصدى الشناوي لكرة من بنزيما، وأحتسب الحكم ضربة جزاء للاتحاد بعدما لمست الكرة يده. محمد عبد المنعم في الدقيقة 44 بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفار، وتصدى الشناوي لضربة الجزاء من بنزيما ببراعة. أهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثاني للأهلي بعدما وصلت له كرة أعادها أحمد حجازي لحارس الاتحاد، لكن كهربا سددها